بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم. في البداية النهاردة وقعت في مدينة جدة اتفاقية تفاهم ما بين الجيش الوطني السوداني وقوات الدعم السريع. مجهودات للخارجية السعودية أفرزت وأنتجت هذا الاتفاق المثمر، لعله يكون بداية حل للأزمة السودانية التي أزعجت الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء. كل التمنيات للسودانيين إن هم يعلوا مصلحة الوطن فوق كل شيء. الشأن المصري زيادة أسعار في كل السلع بلا استثناء فيها زيادة في الأسعار. أزمة دولارية، أزمة تحويلات، أزمة كل شيء. في البداية قبل ما نتكلم في الأزمة معانا المعلم إسلام الجزار، هو ضيف الحلقة النهاردة وهو اللي مفكر ومهتم بالشأن المصري. أهلا يا سيد إسلام. أهلا وسهلا يا ريس. في ظل ان في ازمه اسعار وازمه مواطن وازمه كبيره في مصر حقيقه يعني، والحكومه لها وما عليها في ظل التطورات دي طلع علينا برضو نواب الامه. استاذ محمد عيد عبد الجواد النهارده مشكورا افتتح مسجد في الشيخ مساعد، تاركا الازمات وتاركا ما يحوك بالوطن. والراجل احنا في احتياج يا سيد اسلام للمساجد، والله الاستاذ محمد يعني احنا في احتياج للافتتاح يعني. لا والله الاستاذ محمد عبد الجواد ده راجل فاضي مع احترامي للناس كلها. وبعدين هو داخل قاعد يفتح في مساجد وبتاع، احنا داخلين الاسلام جديد ولا ما المساجد؟ انا مش فاهم والله. يعني جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ده الكلام ده الناس المسلمين يا ايش عندنا ده الكلام ده عندنا. لا والله بجد يعني انت شوف في ازمات جديه في البلد. الاسبوع اللي فات كرم الناس اللي هم نظموا صلاه عيد الفطر المبارك، الناس اللي نظمت الصلاه. انت كان حد ما نظم لك الصلاه؟ لا والله، حياه الامانه. لا والله راجل لما يدافع عن الام والاسلام وابن المساجد. يا استاذ محمد عيد الله يرضى عليك، على الطلاق مفاضيه. طيب بقى يعني هل احنا في احتياج لنائب سياسي؟ احنا فعلا في احتياج لنائب سياسي، بس الناس اللي عندنا دي ما تنفعش خالص. عندك امثله للنائب السياسي اللي كان؟ في امثله طبعا في اسيوط عندنا كتير. زي المستشار ممتاز نصار. ايوه، القطب الوفدي ده الله يرحمه كان اسد. احنا مش في احتياج لنائب الخدمات، والله ما احنا محتاجين نتنفس سياسه، نحس ان في نائب عن الامه. طب حسن شاكوش طلق مرته، والله ده خبر حلو. يعني في افاده للوطن. ايوه، محمد عبد الجواد منا مساجد واحنا شعب فاضي، واحنا شعب فاضي. طب احنا مالنا ومال كيلو اللحمه ب 340 جنيه وشاكوش طلق مرته. طب خلاص يعني عندهم ازمه يعني. خلينا ناكل شاكوش ومرته وسيبك. يعني خلي بالكم احنا كل شويه يا عم اسلام نقعد نعيش مثلا دينا الشربيني وعمرو دياب. ايوه، شيرين وحسام حبيب. ده حقيقه فعلا. شاكوش طلع لنا شاكوش امبارح بتاع الشواكيش على المطار. طب يعني الناس فاضيه، والله الناس فاضيه وعقولها تعبانه ومخها فاضي، والبلد مش مستحمله. والله العظيم الناس اعصابها تعبانه، الناس كارهه هدومها. شوف انا هقول لك على حاجه. احنا مثلا قاعدين الفتوه محمد رمضان كل شويه يضرب له للناس في المسلسلات بتاعته. هل تعلم ان تركيا مثلا بتعمل مسلسلات عن الواقع التركي، بيعتبر سفير ليها عشان تجيب سياحه اكتر؟ واحنا لما نصدر ان احنا بلد المخدرات وبلد الدعاره وبلد اللي مش عارف ايه وبلد الهمجيه وبلد البلطجه وبلد السلاح وبلد. ايوه، محمد رمضان ما فيش ارجل منه على وش الارض اساسا. لا انت ارجل منه. لا اسف على الطلاق. لا ده بني ادمين شبعت من بعد جوع على الطلاق، الله يكفينا شره. يعني ربنا مبتلينا بنواب جهله وفنانين ملناش علاقه بيهم، وشاكوش طلق مرته. طب ايه يعني احنا ايه المطلوب مننا؟ نعمل ايه احنا يعني؟
مطلوب مننا نقعد يا باشا على القهوه كل يوم ونشوف فيها موضوع شاكوش ونحل الازمه بتاعت شاكوش، نجوز واحده تانية على حسابنا. يعني احنا عندنا ازمه دولاريه، عندنا الملء الرابع لسد النهضه، ونحن كلنا ثقه في القياده السياسيه وثقه في قواتنا المسلحه، ماشي. وعندنا ازمه ماليه بتمر بالعالم كله، وتفاجئ بشويه اخبار كده اما نفتح جامع في الشيخ مساعد. فين الشيخ مساعد دي؟ مش عارف. لا الشيخ مساعد البلد اللي سايبكم فاكرها. طيب، وشاكوش طلق مرض ان شاء الله نتجوز. وفي مصيبه تاني، مرتضى منصور ساب نادي الزمالك. هذه كارثه. هذه كارثه. ده نادي معفن هو يا عم لا، كل الاحترام لنادي الزمالك، بس هو مرتضى منصور يعني شخصيه سفيهه. يا عم ده راجل سافل قال ادب بلا جرى على الطلاق من ساعه ما مسكهم وجاب لهم الفجر وما كسبوش مباراه ومش يكسبوا في حياتهم طول ما هو مسك. وكهرباء يبيعوا النادي. اصبح كهرباء الزمالك ومرتضى منصور كهربهم كله. فعلا كنت شايف بوست من كام يوم وكهرباء بيرقص وهو حاطط بطانيه على كتفه وقال لك ده اللي هيخلي نادي الزمالك يقفل. راح الزمالك قاعدين يشتموا فيه. ليه السفه اللي احنا عايشين فيه ده؟ انت بتضحك علينا يعني. شاكوش الاستاذ محمد عيد عبد الجواد ومرتضى منصور، الثلاثه دول بيضحكوا علينا يعني، اما يستعبطونا. ايوه تقريبا كده. لا والله بجد. ايوه والله ما يستعبطونا. ما احنا مرت شاكوش احنا اللي شعبه فاضي. اي بس هي دي هم عم ده احنا بنقول لمرتضى منصور العوج الاستاذ محمد عيد عبد الجواد خلاص عشان خاطر انتخاباتهم والدنيا اللي جربت كل ما تروح تجرب دي قال لك افتح 3-4 مساجد عشان خاطر ابقى راجل من بناة الامه الاسلاميه ودافع الراي. طيب فعلا مش عارف متى يكون لدينا نائب سياسي. حمله اطلقها الاستاذ اسلام الجزار، متى يكون؟ واستشهد باعظم ما انجبت اسيوط من نواب معالي المستشار الجليل ممتاز نصار القطبي الوفدي الكبير. ما كانش بيروح يفتح مساجد والله، ولا يقعد قعداته. ده في قعداته العرفيه تاني الصلح. ده مين اللي عاملها؟ استاذ رضا. ايوه استاذ محمد. مساء الخير يا استاذ رضا. مساء الفل يا باشا. مبروك 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 مكسب النادي الاهلي في رادس. ألف مليون مبروك لكل الأهلاوية في الوطن العربي. أسعدنا الأداء وأسعدتنا النتيجة. طبعا أكيد الأهلي عمل مباراة رائعة، وطبعا استغل فرصة الترجي عدم حضور الجماهير والغيابات اللي عنده، يعني استثمر الفرصة كويس جدا وعمل نتيجة إيجابية في منتهى الجمال. يعني 3-0 دي نتيجة رائعة وسيناريو غير متوقع يعني. طيب ولكن الحمد لله رب العالمين الاهلي كده يعتبر يعني بنسبه 100% حسم النهائي، تمام، ان هو يلعب المباراه النهائيه للمره ال15 في تاريخه. يا استاذ رضا، في ايجاز بعد ما انجاز النادي الاهلي للمره ال15 على التوالي في النهائي الافريقي، يظل مؤتمر امس في نادي الزمالك اللي عقده المختل مرتضى منصور. تعليقك في ايجاز لو سمحت. هو يعني انا مش عايز اعلق في الموضوع ده كتير، لان هو مؤتمر ايه اللي عمله؟ فين هم اعضاء الجمعيه العموميه؟ شويه سيدات يعني مع احترامي ليهم، تمام، جايين من بره، تمام، وحاشد حشد كده اي كلام لا يعبر عن نادي الزمالك باي شيء. لكن فين هم اعضاء الجمعيه العموميه الحقيقيين وفين رموز نادي الزمالك؟ ده بدليل ان هم غير راضيين عن هذا الشخص يعني، تمام؟ نعم. ومره يقول اقدم استقالتي. لا، انت هتقدم استقالتك انت، مش انت معزول. نعم. استقالتك ايه اللي انت هتقدمها انت واولادك؟ انت معزول اساسا، انت خريج سجون. نعم. لا ده مهزله بتحصل، ودي حسبه كان بيديرها وان شاء الله هتنتهي والزمالك يرجع لاوانه باذن الله ويرجع لقيمته الحقيقيه، لان الزمالك برضه ده كيان كبير، ووجودنا استاذ محمد وجود الزمالك يعني ان شاء الله باذن الله ده شرف للكره المصريه، وده قوه المنتخب برضه بتنبع من نادي الزمالك والنادي الاهلي والنادي الاسماعيلي والنادي المحله والنادي المصري وجميع الانديه الجماهيريه يعني. تمام. لكن يقول انا استقاله ايه اللي انت بتقدم؟ انت بتضحك
على الناس؟ استقالتك اللي انت بتقدمها يا سياده المستشار معزول بحكم قضائي قابل للتنفيذ. يا باشا، ده يتم عزله رياضيا وسياسيا وخلاص، يعني اصل ده محكوم او استئصال ورم سرطاني. نعم، استئصال ورم سرطاني. اكيد طبعا، اكيد يا استاذ محمد، اكيد. مبروك يا استاذ رضا للنادي الاهلي، مبروك للانجازات. خلينا في الفرحه وفي اللي بيسعد الوطن العربي وجماهير الوطن العربي. صحيح. وجماهير القاره الافريقيه. نادي الاهلي مصدر السعاده الحقيقيه، كبير افريقيا يعني. ده حقيقه، مش معنى ان انا اهلاوي ننكر الحقائق، لا. اداره صحيحه، لعيبه على قد المسؤوليه، قيمه التيشيرت اللي هم لابسينه، وراه جمهور عظيم في كل مكان. فلا، الف مبروك طبعا لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان يعني. شكرا ليك يا استاذ رضا، والف مبروك للنادي الاهلي ولكل مصر. الف مبروك يا استاذ محمد لينا جميعا ان شاء الله باذن الله. في حفظ الله يا فندم. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. مبروك للنادي الاهلي. والله مبروك لكل الاهلاويه وكل المصريين بالفوز ده في تونس في رادس. اكيد طبعا هو عمل مباراه جميله جدا النهارده، وكل اللعيبه كانت رجاله في الملعب، وربنا يوفق النادي دايما يا رب. دعوات الجزار للنادي الاهلي والمصري، ودعواته ان يكون لدينا نائب سياسي بعيدا عن نائب الخدمات. قرفنا من نائب الخدمات، طهقنا من نائب الخدمات. اشقهم. لا والنبي الله يخليكم، عشان لا بالله عليكم، عشان خاطر رب الجزار اما يوجه لك نداء بطل مساجد. ايوه، خلينا نعيش كده في امان وسلام. الناس لما تروح تصلي ان شاء الله باذن الله بنعمل لهم والله العظيم 3 ربنا ما يسالنا يوم القيامه عن الجامع كبير يلا صغير، مفروش ولا مش مفروش، لكن هيسالك على امانه المسؤوليه. حصل دخلوا بس القلوب، الايمان في قلوب الناس اللي هتروح تصلي، وبعد كده نبقى نتصرف. نعمل لهم بيتنا احنا مسجد يصلوا فيه. احترمونا شويه يا اخي، احترمونا احنا برضه رجاله وبني ادمين شويه، احترمونا شويه. برضه قاعد بقى معناش غير السجاد والمساجد، السجاد والمساجد يا قاعد عرفيه سجاد والمساجد. سمعتش حاجه عن الاعضاء عملوا حاجه في الفطارات تاني؟ لا مش بيعملوا. لو الحياه الامانه يشيلوا المطبات بقى طريقه سيوط. الله ده انجاز ما كناش واخدين بالنا ليه. والنبي اسمعوا كلام الراجل ده، عشان الراجل ده مفكر وهيترشح، ممكن يترشح الدوره اللي جايه. ايه المشكله يعني؟ يجيب جلابيتين ويجمطهم ويروح يعمل له مسجد في العزبه ورا هناك ولا في اي حته، ويفتتحهم في الجزيره. ايوه والله، ويدخلها الاسلام ويعملها ويبقى يفتتح. بس كل الشكر والتقدير للاستاذ اسلام الجزار والاستاذ رضا عبد الدايم. ويا ريت تسمعوا كلام الراجل ده، عشان الراجل ده هدفه المصلحه العامه. تعب اعصابه، تعب والله، اعصابه تعب. محمد وزاري فول يا سياده اللوين الجاحر، كل النواب اللهم يوجه لكل الناس. تعبنا والله منكم كفايه، اعملوا لنا حاجه تفيد البني ادمين وتفيد الناس، ونحس ان في حاجه. ايوه والله، لكن هنقعد نوشك صدر الكباري والطرق والمطبات والمساجد والسجاد. ايوه والله. شكرا لكم، سلام عليكم.